بتقولي انا عايزه حياه احسن، انا عايزه اتغير، لكن لو سالتك عايزه تغيري ايه او عايزه ايه بتسكتي. اكتر حاجه بتعطل التغيير حقيقي انك تكوني مش عارفه انت عايزه ايه. انا هبه فوزي NLP لايف كوتش ومؤسسه نادي ان ايجيبشن جيرل، والنهارده هقول لك ليه تغيير حياتك مش صعب. هو ان انت تعرفي كويس انت عايزه ايه وتعترفي برغبتك فيه بجراءه. كان عندي واحده من الكلاينت بتقول لي انا عايزه احس ان حياتي ماشيه، ولما سالتها ماشيه على فين قالت لي مش عارفه. وهنا المشكله الحقيقيه، تغيير حياتك من غير هدف، من غير رؤيه انت عايزه توصلي لها، وعقلك كمان نفس الفكره زي الGPS، لو ما زودتيهوش بعنوان مش هيعرف يشتغل ويوديكي باتجاه. عشان كده اول خطوه في التغيير مش بس قرار، هي وضوح الرؤيه. تبقي عارفه كويس انت عايزه ايه، عايزه تبقي فين، شكل شخصيتك وحياتك يكونوا عاملين ازاي. انك تقولي بقوه ووضوح انا عايزه كذا، ساعتها بس عقلك هيسعى معاكي للصوره الذاتيه اللي انت رسماها لنفسك ولحياتك، والطريق بيبتدي يترتب. والقانون بسيط، نيه، رغبه قويه، ورؤيه واضحه، عقلك يقدر يخلق اي واقع انت عايزاه. عشان اول ما بتحددي رغبتك بوضوح، عقلك وطاقتك وتركيزك بيمشوا مع بعض في الاتجاه الصحيح. تقدري تقولي لي بقوه وبوضوح ايه اللي انت محتاجه تغيريه في حياتك الشهر الجاي؟ وتابعي، عشان هنا هنساعدك تعرفي وتفهمي نفسك كويس، فتعرفي انت عايزه ايه، فتكوني قادره تبني الشخصيه القويه اللي قادره تخلق الواقع اللي هي عايزاه. وبس خلاص.